أنا عندي 40 سنة وأم ل4 بنات. اتجوزت من حوالي 19 سنة. ربنا اداني الأولى مريضة والتانية مريضة، شكرت ربنا. بس المشكلة في جوزي، لما لقى الحمل تقل سابنا وراح اتجوز واحدة تانية. ربنا يصلح حاله وحالها. سابني يمكن أكتر من 6 سنين. مكانش بيصرف على البنات خالص، ولا عليا ولا على البيت، ولا يعرف عنهم حاجة. هو كان معاه تاكس وكان عليه اقساط. لما لقى برضو الحمل تقل راح مطلق مراته التانية، وكان عايز يرجع لي. قلت له تمام مفيش مشكلة، بس بشروطي التاكسي يتكتب باسمي. فهو وافق. رحت عملت جمعية واهل الخير ساعدوني وكيشت التاكسي وكتبته باسمي. قلت اضمن حق انا والبنات، انا معرفش بكره هيعمل ايه، ما هو ممكن يرجع يكررها تاني. وكان معايا شويه ذهب، رحت بعتهم وجددت وظبطت وعملت له الرخصه، ونزل هو اشتغل عليه زي ما كان بيعمل. المهم لفت الايام واتحبس هو في قضيه كانت غرامات وكمبيالات، يعني موضوع فيه برضه فلوس، لان هو كان بيشرب حاجات وطبعا مضيع فلوسه عليها. قعدت سنه اصرف عليه في السجن لغايه ما طلع، وقعدت انا ادبر حالي لغايه ما دفعت له فرق الفلوس عشان المده ما تطولش. اول ما طلع راح رجع لمراته التانية ولا كاني موجوده. شكرت ربنا وقلت الحمد لله اهي الدنيا ماشيه. دلوقتي هو راح عمل مشاكل معايا، وقال ايه كل شويه يوقف العربيه وينزل السواق اللي عليها وياخدها وياخد رزقها ويلف بيها ويروح يرجعها لي تعبانه واخر النهار وما فيهاش حيل تشتغل. طب انا هعمل ايه؟ ده هو مدمن ومش عايزه مشاكل، وانا خايفه على بناتي وخايفه اسجنه عشان سمعه بناتي مهما كان دول بنات. انا شقيانه عليهم، هو مش سائل فينا وما يعرفش عننا حاجه، وما قلتلوش هات، بس ما نبني منه غير قله القيمه وقله الادب. انا رفعت عليه خلع وكسبتها، وهو دلوقتي طليقي مش جوزي، بس برضه بيعمل كده في التاكس. والله انا تعبت منه وخايفه ابلغ عليه يرجع يتسجن تاني. قلت اعمل حساب بناتي وبكره. مش عارفه اعمل معاه ايه، انا عايزاه يسيبني في حالي. ده ايه الحل بقى مع واحد زي كده؟ تعبنا على طول وتعب بناته. شاب عندي 31 سنه، كان ليا صديقه ايام الدراسه، بس ما كانش ليا بيها اي علاقه. هي لفت الايام بيها، اتجوزت وخلفت وجوزها ربنا افتكره. وبعد كده رجعت الايام لفت تاني وانا اتجمعت بيها، وبصراحه اتعلقنا ببعض جدا وارتبطنا ببعض جدا. وانا ما عنديش اي مشكله ان انا ارتبط بيها ولا هي، لان خلاص ما بقيناش قادرين فعلا نستغنى عن بعض، ارتحنا لبعض جدا. وانا عايز اكمل حياتي معاها وهي زيها. بس المشكله في اهلي. طبعا والدتي لو عرفت ده كله هتتعب وهتزعل مني، لان هي نفسها تفرح بيا وتبقى انا اول فرحتها ويبقى فرح وننبسط كلنا. بس انا ما عنديش مشكله، قلت احاول اقنعها. وكمان فكرت في اخواتي دول ممكن يقطعوني فيها، وخايف كمان يبصلها هي بصه وحشه على اساس ان هي مش اول جوازه يعني. طب هي مالها؟ ده هي قدر ربنا، هنعترض على قضائه؟ اللي حصل حصل، مش من حقها تعيش وانا مش من حقي ارتبط باللي انا حبيتها وعايزها في حياتي؟ لا، ده كمان في مشكله اكبر، ان هي كمان ممكن تخسر كتير، مش مجرد اهلها بس، لا ده ولادها، لان اكيد اهل جوزها مش هيسمحوا لها ان هي تتجوز ويفضلوا الولاد معاهم، اكيد هياخدوهم. فالوضع بصراحه متأزم جدا، وكل حساباتنا بتقول ان العلاقه دي مش هتنجح. بس انا رافض اصدق ده وهي كمان، وحاسه ان احنا ممكن ننجحها مع بعض بالتفاهم. بس انا خايف في الاخر ابقى انا السبب في ان هي تخسر ولادها، وابقى انا خسرت اهلي وفي الاخر محدش كسب حاجه، وما الا ان احنا بس هنبقى نرجع نقطع بعض تاني. مش عارف اعمل ايه.